السلام عليكم ورحمة الله. عاجل عاجل عاجل. الرئيس عبد المجيد تبون يطلب محمد السادس والمخزن لضبط النفس واحترام حقوق الإنسان وإطلاق سراح كل المعتقلين، وإلا سنتعرف على كل تفاصيل في هذا الفيديو ونشاهد ماذا قال بالنص. ولكن عزيزي المتابع، لا تنسى دعم هذا المقطع بلايك والاشتراك في القناة. تدخلت هيئات وجهات حقوقية على الخط بعد مشاهد التي شاهدناها جميعا التي تعرض لها الشباب المغربي من طرفة مرتزقة عبد اللطيف الحموشي، في الوقت الذي تشير فيه الإحصاءات الرسمية وفق تقارير عدة عن اعتقال أكثر من 4500 شخص مغربي. وفضحت وسائل الإعلام الدولية عن ممارسات خطيرة تستر عنها الإعلام الرسمي والخاص في المملكة المغربية، عن عمليات تعذيب جماعي وسط انتهاكات كبيرة وغير مسبوقة يتعرض لها المهاجرون المغاربة والأفارقة في المغرب، وذلك بعد طوفان الهروب الجماعي من جحيم المخزن نحو أوروبا، خاصة إلى إسبانيا. وفضحت ذات المصادر وفق فيديوهات تم تسريبها أن المخزن يستخدم ورقة الهجرة غير الشرعية للضغط على جيرانه الأوروبيين وخاصة إسبانيا. ولفتت التقارير الصحفية إلى أن عمليات الاعتقال شملت العديد من الأشخاص الذين كانوا يختبئون في الجبال المجاورة في انتظار الفرصة لعبور الحدود، ودعت فيها العديد من المنابر في الجزائر المخزن إلى ضبط النفس واحترام حقوق الإنسان والتعامل مع الشباب المغربي الذي يحاول الفرار من جحيم المخزن بحنكة والحفاظ على سلامة الأشخاص والممتلكات. وهذا ويعتقد مراقبون أن الحشود الكبيرة التي وصلت إلى الحدود قد تكون جزءا من استراتيجية ضغط تهدف إلى تهديد إسبانيا بزيادة عدد المهاجرين غير الشرعيين. شاركنا رأيك في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله.